السلام عليكم متتبعات والمتتبعين ديالي، نتمنى تكونوا في افضل الاحوال ان شاء الله. اليوم نشارك معكم البغرير بواحد الطريقه اللي سهله وزوينه، وكاين واحد السر اللي تنديرو في البغرير تيجي تبارك الله زوين ومتقب كله وغزال. نتمنى تجربوه. هنا عندنا كاس ديال الفينو، اي كاس. انا درت كاس عنبه، يمكن لكم ديروا الكاس اللي كبر منه، المهم يكونوا ثلاثه القياسات بحال. هنا كاس ديال السميده رقيقه، وهنا كاس ديال الفورس. هنا عندنا معلقه ديال السنيده، معلقه ديال الملحه، ونص معلقه ديال خميره الخبز، وهنا ملعقه ديال الخل اللي هو السر، هو ملعقه الخل، ملعقه صغيره، وجوج خمارات ديال الحلوى، وهنا نصف لتر من الماء الدافئ. تنديروا نصف لتر، فعلى حسب سميده وعلى حسب فورس. المهم انا نص لتر كفاني صراحه وجاني هو هذاك. معلقه سنيده نعاودوها، ومعلقه مع عمراش ديال الملحه، نص معلقه ديال خميره الخبز، معلقه الخل. هذه الاول مره على اليوتيوب، انا صراحه راسي درتها وجربتها، فالحمد لله عطات نتيجه زوينه. دائما تندير معلقه الخل. درنا الفورس، الفينو، السميده، غنوضع كل شيء، وندير خميره الحلويات جوج ساشيات. هنطحنهم مزيان، غيبقى يتخلط مزيان، تحاولوا تطحنوهم مزيان باش يذوب ديك السكر وتيتجانس كاع الخليط كامل. من بعد نديرهم في شي بول هكذا. انا جاني هو هذاك. الا جاكم ثقيل خفيف تقدروا تزيدوا شويه، ولكن انا دابا جاني هو هذاك، يكون على هذا الشكل القوام ديالو. هنغطيوه ونخليوه يخمر واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه، يعني قسمين ولا ربع ساعه فقط، ما تزيدوش اكثر انه الحال سخون. هنا نبداو نطيبوا البغرير ديالنا. هنايا وريتكم هذا المقلاه، يعني ما كاينش مشكل في المقلاه، ديروا بحال اللي انا طيبت فيها ولا الاخرى، ماشي مشكل، ما كاين حتى مشكل. شوف تبارك الله كتيجي خفيف ومتقب. غندير معكم واحده اخرى، فتيجي ساهل، يعني حتى لاخر دقيقه عاد تصوبوه، صراحه ساهل. هو بغرير معروف ساهل وكل شيء، ولكن اغلبيه تيقول لك ما تيصدقليش، ما عرفت علاش بغرير، واللي تيقول العين لا لا لا، شاف فيه شي حد ما تيطلعش. فقط ثقوا في راسكم وديروه، تيجي تبارك الله غزال. نتمنى تجربوه. هنا وريتكم الظهر ديالو، لان ديك معلقه السكر هي اللي تخليه يجي محمر هكاك زويون. تبارك الله عليكم. اللي عاد دخل القناه تنقول له مرحبا به، وما تنساونيش من لايك.